جماهير نادي الزمالك نظمت حملة ضد مرتضى منصور رئيس النادي لأنهم بيعترضوا على اللي بيحصل داخل نادي الزمالك حاليا. المجموعة دي طبعت بوسترات عليها صورة مرتضى منصور بيطالبوا فيها بالرحيل، علقوا الملصقات دي على باب النادي قدام النادي وفي الشوارع المحيطة به وأيضا في بعض الشوارع والميادين. هما بيحاولوا بكده انهم يحشدوا أعضاء الجمعية العمومية انهم يصوتوا ضده في الانتخابات القادمة. طيب ده الخبر اللي احنا قريناه ليكم، اللي منشور في بعض الصحف واللي موجوده الصور فيها منشوره ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الحقيقه ان موضوع مرتضى منصور اكبر بكتير من اننا نختزله في حته الرياضه او ان احنا نعتبره خلاف عادي بين رئيس نادي وجمهور على نتائج فريق كوره او اي مكان. الموضوع الحقيقه اكبر من كده بكتير واقدم كمان من كده بكتير. فكره ان يكون عندك حد او شخص الناس حاسه انه فوق الدوله مش بس فوق القانون، يعني فكره فوق القانون دي احنا تخطيناها كمان، بقى في احساس ان هذا الشخص فوق الدوله. لما يبقى عندك واحد تاريخه بالكامل كله من ساعه ما الناس عرفته مش بيعدي اسبوع واحد عليه من غير ما يشتم حد على الهوا قدام ملايين الناس، او يهين حد، او يفضح اسرار شخصيه لحد، او يرفع الجزمه في وش حد، او يهدد حد. مش بس كده، ده احيانا هذا الحد بيكون مسؤول في الدوله او وزير او حد مفترض ان هو مهم وليه مقام يعني محفوظ، ورغم كده كل ده كل مره بيعدي ببساطه بهدوء بسلام وكأن شيئا لم يكن. يبقى اكيد ده مش عادي، لازم نقف عنده. طيب بلاش كل ده، يمكن مش بيشوفوا التلفزيون، يعني ما بيشوفوش المداخلات دي وما بيعرفوش اللي بيحصل فيها او بيشوفوا هذه الظهورات الكثيره والمتكرره. دلوقتي مرتضى منصور نائب في البرلمان، تمام؟ هذا النائب أرسل رسالة تهديد صريحة بالقتل للكابتن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق. تم إثبات بقى أن هذه الرسالة تم إرسالها من تليفون مملوك ومسجل ومملوك لمرتضى منصور. بعدها نيابة الدقي بعتت للبرلمان لو سمحت يا برلمان ارفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور علشان نحقق معاه. ده حصل إمتى بقى؟ ده حصل في يناير 2017، ولحد النهارده ده ما حصلش ولم يتم رفع الحصانه البرلمانيه عن مرتضى منصور. 8 شهور كاملين، 8 شهور علشان يرفعوا الحصانه عن مرتضى منصور علشان يمثل بس قدام النيابه ويتحقق معاه. في حين المجلس كان بينعقد ويجمع اعضائه كلهم في ساعه واحده ولا في كام ساعه علشان يسقط عضويه انور السادات ولا توفيق عكاشه فجاه كده بجره قلم وبمنتهى البساطه وراحه الضمير. طيب المفروض ان مرتضى منصور طرف في مذبحه الدفاع الجوي، اطراف كتيره اتهمته بشكل مباشر ان هو مسؤول او احد المسؤولين عن قتل 20 من جمهور نادي الزمالك، لكن برضه ما حدش فكر يحقق معاه. خد بالك احنا مش بنتكلم او الناس مش بتتكلم كمان انه يتحبس، لا ده احنا بس في مرحله انه يتحقق معاه، بس واضح ان دي صعبه جدا الحقيقه. الا بقى لو في ماده في الدستور بتحصن مرتضى منصور من المحاسبه، بتديله الحق انه يعمل اي حاجه في اي حد في اي وقت. فلو الماده دي موجوده لو سمحتم يعني نرجوكم انكم توروها لنا وتعرفونا هي الماده رقم كام في الدستور عشان نبقى على نور وخلاص محدش يتضايق بقى من اي حاجه بعد كده. خلونا طيب نرجع للموضوع الاولاني ونشوف هذه الحمله المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع المحيطه بنادي الزمالك. معانا الاستاذ محمد القاعود الصحفي الرياضي المتخصص في شؤون نادي الزمالك. برحب بيك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهديك الكرام. اهلا بيك. يعني معروف انه الانديه الرياضيه هي انديه جمعيات عموميه مش انديه مشجعين، يعني فبالتالي لما يكون في انتخابات من يحسم هذه الانتخابات هم اعضاء الجمعيه العموميه. هذه الحمله بقى المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي في الشوارع المحيطه بنادي الزمالك، هل وصلت لاعضاء الجمعيه العموميه وهل بتعبر من خلال احتكاك حضرتك وتغطيتك لاحداث النادي، هل هذه او هذا الغضب وصل لاعضاء الجمعيه العموميه ولا هو ما زال مقتصر ومنحصر في فئه الجماهير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه عايز اقول لك ان اللي بيحصل في نادي الزمالك مأساة بكل المقاييس، ولم يشهد نادي الزمالك هذا الانحدار على مر تاريخه الطويل الذي يمتد لأكثر من 100 عام. الحملة اللي بيشنها جماهير نادي الزمالك حاليا عايز اقول لك ان هي مؤخرا في الساعات الماضية بدأت تتفاعل
على نطاق اوسع من نادي الزمالك، وتخطط ان يقوم بعض المشجعين المنتمين للنادي بوضع الملصقات المطالبه برحيل نادي الزمالك على اسوار النادي وعلى بواباته، وهذا تطور مهم للغايه فيما يتعلق بالعلاقه بين رئيس نادي الزمالك وما بين الجماهير. طبعا المشكله اللي بيعاني منها نادي الزمالك بيتحمل منها جزء كبير، او السبب الرئيسي هم اعضاء النادي الذين اتوا برئيس نادي الزمالك من خلال الانتخابات التي تقام كل 4 سنوات. هناك انتخابات بعد حوالي شهرين من الان، والمسؤوليه تبدو كبيره على عاتق اعضاء الجمعيه العموميه. الذي يهم اعضاء الجمعيه العموميه ليس فريق الكره وليس النتائج وليس الرياضه على الاطلاق، ولكن كل ما يهمهم النادي الاجتماعي. يهمهم أن يكون هناك مقاعد، يكون هناك حمامات سباحة، يكون هناك أماكن للترفيه داخل النادي. وللأمانة الزمالك يعني شهد طفرة خلال الفترة الماضية على المستوى الإنشائي، ولكن هذا لا يبرر على الإطلاق أن يقوم رئيس نادي الزمالك بإذلال الأعضاء. وأكرر الكلمة أنه يقوم بإذلال الأعضاء ويقوم بإذلال الجماهير بأنه أحدث طفرة إنشائية داخل نادي الزمالك، وهذا أمر مستغرب حقيقة ولا يوجد مبرر له على الإطلاق. فهذه مهمة رئيس النادي أن يبني المنشآت وأن يحقق الإنجازات، ولهذا يتم مش أعضاء الجمعية العمومية على حد انتخابه لدورة أخرى. لكن ما يحدث حاليا أن الأمر تطور وأخذ أبعادا أخرى. لأول مرة في التاريخ نرى أن هناك رئيس نادي يكره جماهير فريقه، ونرى أنه يقوم بالتحريض عليهم في مختلف المناسبات. بالمناسبة حينما يسافر الزمالك يلعب مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، كان يتحدث مع كل سفير لمصر في هذه الدول ويطالب بمنع جماهير رابطة وايت نايت لمجرد أنها انتقدته وهاجمته بسبب ده لما السفير ده لما السفير بتاع مصر في الدولة اللي كانت افتكر اللي كانت في مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كانت زيمبابوي. زيمبابوي اتهم السفير بأنه إخوان وأنه ضد الدولة لمجرد أن هو سمح للجماهير أنها تدخل، وشن ضده حملة كبيرة جدا. وده اللي كنا بنقوله، أن الموضوع ما بيوصلش بس أو ما بيقتصرش على خلاف مع الجماهير، ده بيوصل للإساءة وإهانة مسؤولين في الدولة بشكل مباشر. يعني شوف، خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. رئيس نادي الزمالك لا يتقبل النقد على الاطلاق ولا يتقبل وجهه النظر الاخرى. طالما اختلفت معه او مجرد انك انتقدته تصبح عدوا له وتكال اليك التهم المختلفه ويتم تقديم بلاغات ضدك والتحريض عليك ومنعك من دخول النادي. يعني دي لاعب قيمه احمد حسن عميد لاعبي العالم والمشكله اللي دخل فيها مع رئيس نادي الزمالك، واخرها بالامس مشكلته مع هشام يكن احد رموز نادي الزمالك، وقبلها حسام ميدو وحازم امام ايضا تم منعهم من دخول النادي، وايمن يونس وكل من ينتقد رئيس النادي بيتم منعه من دخول النادي وكانه منشاه خاص، كانه بيرفض استقبالهم في بيته مثلا. لا، هو بيتعامل مع نادي الزمالك كانه ملكيه خاصه او عزبه بمعنى اصح، يعني باللغه الدارجه كما نقول هنا في مصر. وللاسف لا يوجد احد يتصدى له سواء في الجهات المسؤوله في الدوله. وعايز اقول لك على معلومه، يعني يمكن بعض المشاهدين او عدد كبير منهم ما يعرفش ان هو السيد رئيس نادي الزمالك يفترض او هو بالفعل رئيسا للجنه حقوق الانسان داخل مجلس النواب، وهذه مفارقه عجيبه للغايه. المفترض انه يدافع عن حقوق الانسان، هو عضو لجنه حقوق اول الإنسان. من ينتهك حقوق الاخرين. هو عضو لجنه حقوق الانسان مش رئيس. بغض النظر يعني موجود في اللجنه في النهايه، لانه اقدم الاعضاء الموجودين داخل مجلس النواب. فانا عايز اقول لك ان في المشكله اللي حصلت اللي تخص جماهير نادي الزمالك بعد مباراه اهلي طرابلس في دوري ابطال افريقيا. هناك اكثر من 250 مشجع رهن الاحتجاز، وهذا امر خطير جدا وغير مسبوق في اي دوله في العالم، حتى في اكثر دول العالم تخلفا. هناك بالتاكيد خطا حصل من جانب جماهير نادي الزمالك. هناك تكسير لمنشات استاد برج العرب، وكما تعلم انه منشاه تتبع للقوات المسلحه، وهذا بالتاكيد خطا. ولكن الخطا الاكبر هو عمليه القبض العشوائي واعتقال عدد كبير جدا يناهز 250 مشجع، معظمهم لا ذنب له ومعظمهم لاول مره يذهب لاول مره للتشجيع الفريق داخل استاد برج العرب. فهذه كارثه بكل المقاييس، وهم مهددون بالتعرض لاحكام قد تكون بالسجن لسنوات طويله.
وعدد كبير منهم كلهم طلاب سواء في مدارس ثانوي او في مرحله الجامعه. فهذه كارثه بكل المقاييس، ما لم يتدخل احد من العقلاء في هذه البلد لايقاف تلك المهزله التي يقوم بها رئيس نادي الزمالك. طب من وجهه نظرك ان الحمله اللي بيقوم بها الجماهير حاليا، قبل ما تسال السؤال بتاعك، عايز اقول لك ان حاليا الحمله بدات تتفاعل، اصبح ترند على تويتر. في جماهير نادي الزمالك في مختلف انحاء جمهوريه مصر العربيه بدات الان تنظم حملات تحت شعار لا لرئيس نادي الزمالك، وكي لا يترشح في الانتخابات القادمه، او على الاقل يتم الوقوف خلف مرشح اخر ينافس رئيس نادي الزمالك في الانتخابات التي ستجرى بعد شهرين من الان. هناك ده ياخدنا برضه للسؤال الاولاني استاذ محمد، انه هل هذه الحملات وهل هذه التحركات واصله لاعضاء الجمعيه العموميه من خلال احتكاكك بالاوضاع داخل النادي؟ هل في حاله الغضب دي واصله لاعضاء الجمعيه العموميه، ولا هي حاله افتراضيه كده في الشارع وبين المشجعين ومش هتسفر عن حاجه وقت الانتخابات؟ شوف، بالتاكيد هناك بعض الاعضاء او عدد ليس قليل منهم يشعر بالاستياء مما يحدث من جانب رئيس نادي الزمالك. عايز اقول لك ان عدد من اعضاء نادي الزمالك اكثر من 500 عضو، وهم اعضاء نقابه الصحفيين المصريين، ممنوعون من دخول نادي الزمالك، وهذا امر اول مره يحدث في التاريخ. يعني يتم منع اعضاء نقابه الصحفيين من دخول النادي، يتم تعليق صوره نقيب الصحفيين ومعلق صورهم كمان على الباب على باب نادي الزمالك ومعلق صور الصحفيين ممنوعين من الدخول على الباب. يعني عايز اقول لك ان اعضاء الجمعيه العموميه ومن ضمنهم ضياء رشوان، المفروض ان هو حاليا بيشغل رئيس في الهيئه المصريه للاستعلامات، وهذا منصب يفترض انه مرموق هنا في مصر. موضوع صورته على باب نادي الزمالك شأن المجرمين والمطلوبين امنيا الى جانب الصحفيين الاخرين. هذا امر خارج العقل وخارج المنطق وخارج اي تصور لاي انسان. حتى من الممكن ان تختلف معي وانا اختلف معك وتقول وجهه نظرك بكل الاحترام والتقدير، والخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه كما يقال. لكن الخلاف في الراي مع رئيس نادي الزمالك يعرضك الى الاتهامات والسب والقذف، وللاسف والقانون بقى ياخدنا الموضوع ده ياخدنا للقانون استاذ محمد قعود، لانه يعني انت رئيس نادي خلاص طلبت معاك انك توقف ما تدخلش حد النادي، لكن المفروض ان في قضاء بقى، ومفروض ان في دوله بتجبر هذا الشخص على احترام القانون. القانون بيقول انا راجل عضو في النادي ودافع اشتراكي وما ارتكبتش جريمه اخلاقيه، فمن حقي ادخل النادي في الوقت اللي انا احبه. لكن لما عمل ده مره واثنين وثلاثه وعشرة وفي على فكره صحفيين رافعين قضايا قدام القضاء الاداري من شهور ولم يتم الفصل فيها حتى الان، ده جزء برضو من المشكله، انه من يحمي مرتضى منصور؟ مين اللي بيحميه بالشكل ده؟ يعني ادي الراجل اهو بيرتكب مخالفه واضحه للقانون وللدستور وبيتراح قدام القضاء والقضاء بتتجمد، يعني شيء عجيب جدا. شوف، أنا عايز أفكرك بواقع حدثت من أكثر من 10 سنين حينما كان مرتضى منصور داخل نادي الزمالك. الواقعة الشهيرة كما تتذكرها حينما وضع حذاءه بجوار الكاب الخاص بكبير اليوران في مباراة للأهلي والزمالك في كأس مصر، وكانت حديث الساعة وقتها، ولكن للأسف لم يجرؤ أحد على محاسبة رئيس نادي الزمالك او مع ان كبير اليوران ده كان مندوب عن رئيس الجمهوريه وممثل رئيس الجمهوريه، يعني اي اهانه ليه هي اهانه مباشره لرئيس الجمهوريه، لكن كالعاده الموضوع عدى. طيب خلينا نوصل للاسماء المرشحه بقى استاذ محمد، مين الاسماء المرشحه ان هي تكون موجوده في انتخابات رئاسه نادي الزمالك القادمه؟ بعض الناس سمعت احمد سليمان، في كلام عن عوده ممدوح عباس مره اخرى، يعني مين ابرز المرشحين اللي ممكن يكون عليهم توافق داخل النادي؟ حتى الآن لا يوجد سوى أحمد سليمان، وهو كان عضو مجلس إدارة سابق وتقدم باستقالته بسبب اختلافه مع رئيس النادي. وبالمناسبة بعد الاستقالة رئيس النادي اتهمه بتهم يعني مش عارف اقول لك يعني مثلا اتهموا ان هو بيسمسر في اللعيبه، بياخد عمولات، بياخد رشاوي وغيرها من التهم المخله بالشرف التي يعاقب عليها القانون. وعايز اقول لك ان احمد سليمان تقدم ضده ببلاغات فعلا الى النائب العام وطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهه اليه من جانب رئيس نادي الزمالك. وبالمناسبه احمد سليمان هو عميد في
وزارة الداخلية، وحصل على إجازة ليتمكن من خوض الانتخابات المقبلة. حتى الآن لا يوجد سوى أحمد سليمان مرشح لرئاسة نادي الزمالك، هناك كلام على رؤوف جاسر. أما بالنسبة لممدوح عباس فهو سيكتفي بدعم أي مرشح يخوض الانتخابات ضد مرتضى منصور، وهذه معلومة مؤكدة.